والكلمة الآن سي حبيب زقاد. سيد الرئيس، اتمنى ان ما تقاطعنيش وما تعقبش عليا باسكو صافي 2 وانت تقاطع فيا. ما تقاطعنيش هذه المره، راني نائب كيما انا كيما انت. مازال ما تكلمت. بصح راك تقاطعتني منذ 2 وانت تقاطع فيا. من حقي باش نكريتيكي الناس كل. جو سوي ان ديبوتي. سيد الرئيس، سيدات والساده النواب، الساده الوزراء، اعضاء اسره الاعلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نظرا للتطورات المتواتره والخطيره التي حلت ببلادنا والأزمات السياسية التي أضرت بأمتنا قاطبة جراء التسيير الكارثي لمقدرات البلاد، وأمام هذا الوضع الذي ينظر بالفوضى والانفلات الأمني، وضع إن لم نسارع بإيجاد حلول جذرية يوشك لا قدر الله أن يضع البلاد والعباد في أتون حرب لا تبقي ولا تضر. أمام هذا الوضع قررت أنا النائب زقاد حبيب من اليوم فصاعد أن لا أناقش أي مشروع قانون ولن أعترف بهذا المجلس إطلاقا. هذا المجلس أنا راح ندافع عليكم يا جماعة، ما تكسروش راسكم باسكو أنتم ما عندكم حتى قيمة برا، راني ندافع عليكم. هذا المجلس الذي أصبح محل سخرية واستهزاء في الأوساط الشعبية بسبب رعونته في التعاطي مع الأحداث المتسارعة التي كان كلما مر علينا يوم إلا ونسمع عن أمور لا يصدقها العقل. هل يعقل أن يتظاهر من كانوا بالأمس يقمعون كل من سولت له نفسه أن يعبر سلميا عن مطالبه الاجتماعية والسياسية؟ مؤسسة أمنية تتمرد ولا يجتمع هذا المجلس في جلسة طارئة. كيف أناقش مشاريع قوانين ونحن نرى بأم عيننا أكثر من 800 ألف جزائري هاجروا وطنهم نحو أوروبا وأمريكا والخليج العربي، رغم أن بلدنا يعيش بحبوحة مالية لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وبالمقابل هجرهم 100 ألف جزائري فقط خلال سنوات الدم والدمار. أليس هذا بالأمر العجيب؟ لن أناقش مشاريع قوانين بعد اليوم ما دام الجزائري اختار الحرقة على العيش في بلد الذل والمهانة بدل العز والكرامة، بلد تحكمه عصبة نهبت البلاد وذلت العباد. كيف أناقش مشاريع قوانين وأبناء هؤلاء المسؤولين يهينون أعوان الشرطة ويقيلونهم من مناصبهم حتى وصل بهم الأمر إلى ضرب بعض هؤلاء الذين يتصدون للشعب بسبب فشل تسيير قطاعات آبائهم؟ كيف أناقش مشاريع قوانين في برلمان أفرغ من صلاحيته بسبب رئيسه الذي رفض اقتراح أكثر من 100 نائب لمناقشة ظاهرة الفساد المستشري في البلاد؟ كيف أناقش مشاريع قوانين حكومة لا تعترف بأعضاء البرلمان، بل أكثر من ذلك يزدرونهم ويحتقرونهم ويمتنعون حتى عن استقبالهم؟ كيف أناقش مشاريع قوانين وبعض النواب الذي زكاهم الشعب يتهافتون لأخذ صور تذكارية مع وزراء معينين؟ لعمري إنه القرف والخزي كما يقول إخواننا في الغرب الجزائري. لا، لن أناقش بعد اليوم مشاريع قوانين ما دام ولد خليفة يستصغر زملائه النواب ويحطوا من قيمتهم أمام مرأة ومسمع 40 مليون جزائري بدون أدنى جل ولا حياء. كيف أناقش مشاريع قوانين والطائرات الفرنسية تخرق المجال الجوي الجزائري بمباركة السلطة الجزائرية؟ كيف أناقش مشاريع بعد اليوم ومشاريع قوانين ونحن نرى التدخل السافر للمسؤول الفرنسي في إحداث سقوط الطائرة الجزائرية في مالي؟ ألم أقل لكم أن الجزائر تسير بالوكالة؟ كيف أناقش مشاريع قوانين ودبلوماسيتنا تتبجد بحل الأزمة التونسية والليبية وحتى المالية في ظل تأجج الأوضاع في غرداية الجريحة؟ هذه المدينة الهادئة لا يظلم فيها أحد بفضل حنكة أعيانها وطيبة أهلها. لم تجد الحكومة لها حلا إلا الحل الأمني الذي تمخض عنه تمرد أعوان الشرطة بسبب الظروف القاسية التي واجهها هؤلاء الرجال الزرق لمدة 10 أشهر بدون أن يسأل عنهم المسؤول الأول في المؤسسة. كيف إذن أسمح لنفسي أناقش مشاريع قوانين وأنا أسمع السيد ولد خليفة يقول جملة زلزلت كياني وأصبت من خلالها بالشلل؟ لقد صرح رئيس مجلس الشعب الوطني أن أكبر حدث إيجابي حدث له وهو تحت قبة البرلمان يتمثل في خطاب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمام المجلس بغرفتيه. هل بعد كل هذا الهوان أسمح لنفسي أن أناقش مشاريع قوانين؟ كيف أناقش مشاريع قوانين العجوز الشمطاء والعجوز الشمطاء جنيف دي فونتري تصرح بملء فيها
وفي حضور معالي الوزيرة ومسؤولين ساميين في الدولة أن الجزائر فرنسية، وأن كل ما نشهده من جمال ورشاقة بناتنا هو من صنع فرنسي. هل يمكن أن نتصور أن دولة بحجم الجزائر تسير من دون رئيس جمهورية، والمجلس منغمس في مناقشة مشاريع لا يسهر حتى على مراقبة تطبيقها لدى السلطة التنفيذية؟ وفي الأخير، كيف أناقش مشاريع قوانين دون أن نسأل عن رئيس من المفروض أنه منتخب من طرف الشعب أصبح يسير دولة كاملة بالوكالة؟ رئيس لا يخاطب الأمة ولا يحضر الاجتماعات ولا يستقبل السفراء ولا يخرج إلى الميدان، مما فتح الباب واسعا أمام الشائعات التي أضحت تتصدر الصفحات الأولى للجرائد والقنوات، ومجلس الموقر ما زال في صمته وكأن الأمر لا يعنيه. هل بقي من كلام يمكن أن يقال بعد هذا الخزي؟ لهذا يجب أن أصمت قبل أن يتوقف قلبي عن الخمقان. وشكرا لكم. سي زقادة على الأقل اعترف بحاجة، وهو أن قلت هذا الكلام والناس هذو يسمعوك، ولا هذا مش إيجابية، هذا حذفتها من القائمة تاع الإيجابية. عندك سلسلة من الاتهامات كثير منها ما عنده حتى دليل، كثير من الاتهامات نتاعك ما عندها دليل، ما عندهاش. تحمل صفة نايب في حزب في إطار التكوين، عندك الحق تعطي رايك بلا ما تتهم وتسب الناس، فقط هذا نطلبه في اطار اخلاقيات العمل البرلماني، ما نطلبوش منك اكثر من هذا. قلت ما نناقش قانون الماليه وانت راك تناولت 20,000 موضوع اخر غير قانون الماليه ما تكلمتش عليه. ماشي. وجيت في الجلسه اللي هي مخصصه لقانون الماليه. هذا هو المشكل تاعك. اوكي داكور.